أحلى وأطعم وأجمل قرص طرية بالقشطة واللبن الرايب اللي ممكن تدوقوها هي القرص الطرية اللي على طريقتي. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. هننزل بمعلقة صغيرة من الخميرة الفورية في نص كوباية مية دافية وعليها معلقتين من السكر، ونقلب الخليط كويس قوي مع بعض ونغطي عليه ونسيب الخميرة بتاعتنا لما تتفاعل. ولما تتفاعل هننزل بالخميرة في البولة بتاعتنا أو في العجان، وننزل عليها بكوباية من السمنة، أنا استخدمت السمنة البلدي، وعليها كوبايتين من اللبن الرايب، ونخلط المقادير السائلة بتاعتنا كويس جدا لحد ما يختلطوا. هنبدأ نكون المقادير الجافة. كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات هننزل عليه بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من كل من الشمر واليانسون متحمصين ومطحونين، وربع كوباية من السمسم المحمص، وفي الآخر هضيف عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واخلط كل المقادير الجافة حلو قوي مع بعض، واضيفهم على المقادير السائلة وأبدأ أعجن لحد ما المكونين يختلطوا كويس قوي مع بعض. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من القشطة وش اللبن اللي بتخلي طعم القرص الطرية مختلف عن أي قرص طرية ممكن كنتوا تدوقوها قبل كده. وهبدأ أعجن القشطة مع العجينة بتاعتي. حسيت العجينة بتاعتي ناشفة شوية، وده بيرجع لنوعية الدقيق، فهنزل عليها بنص كوباية تانية من اللبن الرايب. أنا محتاجة العجينة بتاعتي تكون ناعمة وطرية وما بتلزقش في الإيد. وهعجن تاني بعد ما ضفت نص كوباية اللبن الرايب علشان أوصل بعجينتي للقوام اللي حضراتكم شايفينه، عجينة ناعمة وطرية وما بتلزقش في الإيد. خلطة اللبن الرايب مع القشطة بيخلي القشطة طعمها طاغي في القرص الطرية. هغطي العجينة بتاعتي واسيبها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها، ولما تخمر هطلع منها الهواء بتاعها وهبدأ أشكلها. القشطة في القرص الطرية بتبقى هي اللي طاغية على طعم القرص وبيخليها حلوة جدا. هشكل العجينة بتاعتي اسطوانة وهبدأ أقطعها قطع في حجم الليمونة الكبيرة، وأكور القطع بتاعتي كور لحد ما أخلص المقدار كله. هاخد كورة من الكور وأضغط عليها بإيدي، ممكن أشكلها بإيدي أو بالفرادة أو المبدنة بسمك تقريبا أقل من 1 سنتيمتر. هشكلها على شكل دايرة لأن أنا لسه هخليها تخمر وهي في الصينية، وكمان لما هتدخل الفرن هترتفع. هرصهم في الصينية واغطي عليهم واسيبهم يخمروا، ولما يخمروا هدخلهم فرن سبق تسخينه 180 درجة على الرف اللي تحت خالص لحد ما القعر بتاعها يحمر. ارفعها فوق على الشواية عشان تاخد اللون الجميل ده والشكل الجميل ده. القرص الطرية مش المفروض تقعد كتير في الفرن، ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق او 12 دقيقة بالكتير عشان ما تنشفش وعشان تفضل طرية من جوه وتبقى بالشكل الجميل ده. انا عايزه اقول لكم ان طعم القشطه هو اللي طاغي على طعمها تماما، لان انا مستخدمه قشطه ولبن رايب، والخلطه دي مع بعض بتخلي هي القشطه طعمها الغالب، وطبعا سمنه بلدي. اتمنى لو وصفتنا النهارده عجبتكم تنفذوها وتكتبوا لي رايكم واسئلتكم في التعليقات، لان اعتقد انتوا لما هتعملوها مش هتبطلوا تعملوا ابدا القرص الطريه بالطريقه دي لانها فعلا طريقه رائعه وطعم خرافي. فاتمنى ان انتوا تعملوها بطريقتي وتنفذوها. تكتبوا لي رأيكم وبالهنا.